السيدة صباح سيلياكية هدفها كان نبيلا، وإصرارها على مد يد العون لكل مرضى السيلياك كان جليا في دور جمعيتها في مساعدة كل من لجأ إليها، وككل سنة تعكف على جمع تبرعات المحسنين لتدخل الفرحة في قلوب المرضى وذويهم الذين أرهقهم الغلاء لاقتناء موادهم الغذائية الخالية من الجلوتين. السيدة عصام صباح رئيسة جمعية مرضى السيلياك لولاية قسنطينة ومريضة بالسيلياك ومختصة في الطبخ الخالي من الجلوتين. كما تشوفوا أنا ننظم في قفة رمضان لهذه السنة كما جرت العادة، وكل سنة ننظم قفة رمضان موجهة لمرضى السيلياك لولاية قسنطينة وبعض المرضى المعوزين لبعض الولايات المجاورة لولاية قسنطينة. كما تشوفوا اول حاجه نستقبلوا المريض، يجيب لنا الملف تاعو، الملف الطبي والملف يعني تاعو الشخصي، نسجلوهم، نعملوا لهم هكا البطاقات، هذه البطاقات الانخراط، يعودوا يهزوا بها يعني المساعدات. كما تشوفوا هنايا والله كاينين كما هنا هذو البطاقات لولايات يعني قالمه، يعني قلت لكم يعني مرضى ولايه قسنطينه وحتى بعض الولايات المجاوره يعني كاينين مرضى معوزين، يعني ما نقدروش حنا يعني يتصلوا بنا، ما نقدروش نوضوهم. كما هذو تكون هذو تاع عائله كامله، هذه سبع يعني مرضى في عائله واحده، يعني شيء يعني مؤسف انه غالي، الاسعار غاليه جدا، هذه المواد الغذائيه غاليه، يعني مش رايحين يكفيو يعني 7 عائلات، يعني 7 افراد من عائله واحده. كما هذو 7 عائلات من افراد من عائله واحده، يعني ربي يقدرها. فيها كذلك شيبس، فيها الحلوى في الترك، وفيها الكعكه، وفيها الفريك في الشهر الفضيل، فيها طماطم. هذه هي الفضيل ان شاء الله حسب بعض الحاجيات في الشهر هذا الفضيل، يعني مش راح تكفيهم، يعني بكل صراحه مش راح تكفيهم شهر كامل، ولكن يعني راه تسد شويه. هذه المواد الغذائيه الخاليه من الجلوتين راهي غاليه الثمن، يعني تتنافى القدره الشرائيه مع اي يعني مريض السيلياك. احنا نحاولوا يعني نكفي يعني تسد بعض الحاجيات في الشهر رمضان، ولكن مش راح تكفيه الشهر كامل. كما تشوفوا هنا عندنا قفة مريض سيلياك للأطفال، هذه خاصة للأطفال. الأطفال يعني خصصنا لهم سباغيتي، لأنه سباغيتي هنا شبه معدومة يعني في الجزائر، يعني ناقصة، يعني غير متوفرة كثير وغالية الثمن. ووفرنا لهم ثاني الحلوى، لأن الأطفال يحبوا الحلوى، محرومين من الحلوى العادية، لأن الحلوى العادية راهي فيها الجلوتين وهذه بدون جلوتين. وفرنا لهم الشيبس، وفرنا لهم حتى بسكويت، هذا بكل يعني من تبرعات المنتجين والمحسنين. جزاهم وجه ندائي خاص جدا لوالي ولايه قسنطينه عبد الخالق سيوده، انه يلتفت لهذه فئه مرضى السيلياك، هذه الفئه المهمشه، ويلتفت لهذه الجمعيه. أنا يعني كل سنه نحاول، يعني نشاطاتنا متواصله في كل المناسبات، وليس فقط في رمضان، يعني متواصله في كل المناسبات، وانا نهتم بهذه الفئه حتى ندمجهم في المجتمع، حتى ما يحسوش انهم مختلفين. احنا يعني النداء انه يعاونونا باحتواء هذا المريض السيلياك، لانه صدقني راهو يحتاج الغذاء هو العلاج الوحيد لمريض السيلياك، ما عندوش علاج صيدلاني، الغذاء الوحيد هو العلاج تاعو. وكما تعرفوا الغذاء هذا يومي، يعني بشكل يومي، وراهو يعني غالي الثمن، يعني بزاف غالي الثمن. احنا نحاولوا في كل المناسبات ان نوفروا بعض المنتجات، بعض الاغذيه. انا كمختصه في الغذاء الخالي من البروتين نحاول اني نوفر كما هذا الشهر رمضان، اني حابه نعمل الطبعه الثانيه للفطور الجماعي لمرضى السيلياك. كما العام اللي فات درت الطبعه الاولى للفطور الاول من نوعه في الجزائر لمرضى السيلياك، وباذن الله اذا يعني توفرت الامكانيات وتوفرت يعني احنا نحاولوا نديروا هذه السنه الفطور الجماعي. لذلك نطلب من المنتجين، نطلب من المحسنين، نطلب من والي ولايه قسنطينه ان يساعدنا حتى نفرحوا هاد المرضى خلال الشهر هذا الفضيل، وما يحسوش روحهم اللي راهم كغيرهم
يعني ما يحسوش روحهم انهم مهمشين او يعني محقورين ولا. اول شيء نشكر امجد اللي قايمه اللي مرض بالسيلياك. انا عندي بنتي مريضه بالسيلياك كانت ثاني. حوايج حمراهم غاليين، يعني كون ما جاتش هي يعني ما رانا حاصلين نهضروا كل صراحه. يجوهم من كل الولايات قاعدين يديروا، والمبادره تاعها نشكروها بزاف بزاف، وراهم يدعوا عليها كامل الوالدين كاملين يدعوا عليها غير بالخير، ونتمناو لها كل التوفيق والكوراج بربي ان شاء الله. حنا نعاونوها والشعب ماذا بينا يزيد يعاونها باش تمنعوا الولايات كلهم يجيو يديو منا بعد من قسمطينها بعد. نشكر الناس هذه اللي راهم دايره المبادره، وحنا والله غالب ساعات نلحقوا ساعات لا. هما كيما نقولوا انا عندي 7 امراض في الفاميله، راني نجي من ولايه قلمه ونلاحظ الولايات كلهم يجيو هنا، وكثر خيرها. نشكر الناس اللي راهي مبادره كيما هك، ونشكر الاخت هذه ثاني تعبت والله، خدمه تاع 10 رجال، وإحنا ما لقيناش كيما نقولوا نوكلوا اللي مرتاح نخليو المريض، نوكلوا المريض نخليو المرتاح. سما كون المعاونه تاعها اللي جات في الوقت هذه حنا وحابسين. خويا جينا اليوم باش نديو وقفة رمضان، اي عند امجد اي قايمه بالدور. احنا كل عام رانا نجيو وبربي ان شاء الله، يعني هي ما قصرتش في المرضى هذو تاع السيلياك، والمواد هذو تاع السيلياك على بالكم بلي هم غاليين، وساعات ما نلقاوهمش. كيما شكاره تاع فرينه دير 5 كيلو 137,000، وواحد اللي عنده 3 مرضى في الدار 5 كيلو واش راح دير لك؟ قد عندك سيدي؟ انا عندي 3، عندي المراه وعندي 2 بنات مرضين مرض بالسيلياك. ونشكر امجد يعني على الدور هذا اللي قايمه به. وحنا كل عام هي راك تقوم بالمبادره هذه، كل مناسبات نقولوا احنا رمضان ولا عاشوراء ولا محرم تقوم بالمبادره، ونشكروها على المجهود اللي قاعده تقوم به. يعني صراحه قاعده تقوم بالدور كبير وتساعد المرضى.